الله وجه زكاة بيصجت بلن. أعزائي الطلاب، نبدأ الآن بدرس جديد، وهذا الدرس هو تكملة للدرس السابق أيضا. حروف الدرس من الأعلى غو إلى نوعين من الكتابة، مطبعي ويدوي، وكل نوع له حرف كبير وحرف صغير. غو عبارة عن جي زائد حرف التضخيم بصير غي، وزائد واو بصير غو. على اليسار في صورة بوم مكتوب تحته تغرغ. تغرغ معناته بوم. تغرغ بوم. تحته في غبزق اسم علم. غبزق اسم علم. تغرغر بوم. تغرغر البوم. الآر هون للتعريف. الآر هون للتعريف. يصير تغرغر اسم فاعل، بصير اسم فاعل معناته يا مبتدأ يا فاعل يا نائب فاعل. اللي بصير الاسم اما مبتدأ اما نائب فاعل اما فاعل. اما فاعل او نائب فاعل. تغرغر. قد وتغ. وت معناته اوجد، لاقي، فعل امر. وت معناته لاقي. قوت خلق يعني جيبه. وت اذن لاقي. قد وتغ قاف اتجاه الفعل الدال للجمع. نحن دال للجمع، لأنه مع الأحرف مقشانخر الأحرف الجهورية ما بنحط غير حرف جهوري أيضا. قد وتغ وجدنا، لقينا. إذن وت أوجد، لاقي. في على اليمين نابغ عش. نابغ عش، سواء كان العش بشكل مسطح وسواء كان بشكل ثقبي. يعني نابغة بلا نابغة معناته عش الحية لازم يكون جحر الحية لجوه. أما بزو نابغة عش الطير بشكل مسطح. مثلا تشت نابغة مكان اللي بيبيضوا فيه الدجاجة، مكان اللي بتبيض فيه الدجاجة. نابغرس البيضة المتروكة في مكان بيض الدجاجة مشان الدجاجة تبيض جنبه أو تحمسها على البيض، مشان ما مش هيك كان يقولوا نابغرس يعني البيضة المتروكة في مكان بيض الدجاج مشان تبيض جنبه، ما تبيض هون وهناك. نابغ. إذا نابغ عش. نابغ عش. قطونة نابغ. قطونة نابغ أيضا أعشاش الزنابير، يعني قطونة نابغ إلى آخره. عنوان الدرس تغرغ نابغ. تغرغ نابغ، تغرغ بوم، ونابغ عش. إذن عنوان الدرس عش البوم. عش البوم. تغرغ بوم نابغ عش. تغرغ ناب عش البوم. وبزقرة سر مزم تقاغاغ. وبزقة اسم علم. الراء والفتحة بصير حرف عطف. حرف عطف. حروف العطف واو أو ثم أو إلى آخره. وبزقرة سر. وبزقة وأنا سرر وأنا مزم غابة مزم
إلى الغابة، بالغابة. الميم بيجي هون بيجر الكلمة اللي قبله أو بيعمل اسم مجرور أو مفعول به. مزم إلى الغابة، تقوى غاغ، تقوى تقوى تقوى، نذهب غاغ، تقواغ، ذهبنا، تقوى غاغ، كنا قد ذهبنا، كنا قد ذهبنا. الفعل الماضي باللغة الشركسية ثلاث طبقات: سقواغ الماضي القريب، سقواغ الماضي المتوسط، سقوشتغى الماضي البعيد. كنت قد أذهب، كنت أذهب إلى هناك، سقوشتغى. إذن هنا سقواغ فعل ماضي، سقواغ غاغ حرف غي اثنين ورا بعضهم بينات الألف، معناته كنت قد ذهب. الماضي المتوسط في الماضي البعيد سقوشتغى. إذن أفعال الماضي ثلاث أفعال ماضية في باللغة الشركسية، راح يجيكم تفصيلة في دروس قادمة وما بعيد كتير. بزو ورد ماقي، بزو عصفور، ورد أغنية، ماقة ماقة صوت، ماقي أيضا. بزو ورد ماقي، مزجت شي ماقي، مزجت، مز معناته غابة، شت معناته جاج، يعني مثل جاج الغابات. في هناك طيور اسمها مزجت، مزأتاق، طيور مثل الدجاجة بس أكبر حجما وإجريها أطول، بيعيشوا بالغابات بقفقاسيا. بيقولوا لنا مزجت أو مزأتاق، مزجت أو مزأتاق للذكر، مزجت للأنثى. شي صريخ، ماقي، ماقي صوت أيضا، شي ماقي. تغرغ، تغرغ قوة ماقي، تغرغ هذا البوم، قوة، صريخ، ضجيج حسب ما يتناسب الصوت تبع البوم. ضجيج، ماقي، صوت أيضا. مزم، شزا كتكغ، مز، مز، غابة، مزم في الغابة، شزا كتكغ. الشين هنا حرف يدل على المكان، حرف يدل على مكان حصول العمل. زكتخن، زكتخغ سمعنا هناك، زكتخغ والغين هنا فعل ماضي، سمعنا في الزمن الماضي هناك. زكتخغ سمعنا هناك. منعيد هالكلمة. المكان بدل على المدن. زخخ استمعنا، زكتخ نحن سمعنا الأصوات هناك. إذا شو سمعوا بالغابة؟ بزو ورد ماقي، أغاني العصافير، بزو مرد أو تغريد العصافير. مزجت شي ماقي، أيضا صراخ وزعيق الدجاج الغابات. ماقي، تغرغ قوة ماقي، وأيضا صوت البوم، صراخ البوم وضجيج البوم. مزم، شزكتكغ، مزم في الغابة، شزكتكغ سمعنا هناك. شزكتكغ شيء هنا ظرف مكان حدوث العمل، شزكتكغ سمعنا هناك يعني في الغابة. الشين هنا ضعائد للمز للغابة. زكتكغ. تغرغ نابغي قد غتغ، تغرغ نابغي قد غتغ. طبعا تغرغ بوم، نابغ عش، نابغ عش، قد غتغ، غت لاقي، جد أوجد، غت، قد غتغ. قاف يدل على اتجاه حصول العمل. الدال نحن، ضمير قد غتغ،
لأنه الدال صوت عالي، بعد إجا من الأصوات الصاخبة أو الجهورية بيجوا مع بعض. قد غتغ غت، والغين للماضي. نحن وجدنا عش بوم هناك. منعيد هالجملة: تغرغ نابغي نابغى نابغ عش نابغي أيضا قد غتغ غتن إيجاد غتغ بالماضي قد غتغ. نحن وجدنا عش بوم هناك. أو تغرغر نابغى ميسغب، أو ولكن، هذا أخذناه من زمان. أو ولكن حرف استدراك. ولكن تغرغر البوم، ولكن البوم نابغم في العش. هذا الترجمة الحرفية للكلام. نابغم في العش يسغب، جالسا فيه. يسغ للماضي، والبي للنفي. يسغب لم يكن موجودا، يعني لا أعش. البوم ما كان بالعش. انتبهوا لهالناحية. نعيد الجملة من أول: أو تغرغر البوم نابغم في العش يسغب. معناته جالس فيه. يسغ كان بالماضي جالسا. غب نفي، إذن لم يكن جالسا في العش. إن البي في آخر الكلام معناته نفي. أدوات النفي باللغة الشركسية دين. بآخر الكلام بيجي حرف بي، بأول الكلام أو بنص الكلام بيجي حرف ميم كسرة ومقاغمة. الميم هذا معناته أداة نفي، بيجي في أول الكلام أو في نصفه، ولكن ما بيجي في آخر الكلام. بيجي بداله حرف بي، والبي ما بيجي غير في آخر الفعل للنفي. آخر الفعل نفي. جذر الكلمة أيضا، من جذر الكلمة يلتقي يصغب. شر خرارك. شر أخذنا سابقا. شر أنه صغير العصافير شر. بس للعصافير ما بتحسن بتقول للحصان شر، لا، ولا بتشنشر، لا. شر طبعا للعصافير. شر صغير العصفور. خ للجمع، والآر للتعريف. الصغار آر. نعم آر. نابغم يسغخر. نابغم في العش جالس. يسغ جالسا. خ للجمع، والآر للتعريف. إذن شرخرار نابغم يسغخر. الأم ما كانت بالعش. شرخر الصغار هم نابغم في العش يسغخر. اللي كانوا موجودين في العش هن الصغار. الأم ما كانت موجودة، الصغار هن اللي كانوا موجودين في العش. منعيد الدرس مرة ثانية بسرعة شوي أعزائي الطلاب، أرجو أن تنتبهوا. عنوان الدرس هو غو. له معاني كثيرة ما بنضطر هلا. تغرغ بوم. راح يمر معكم أسماء عصافير كثيرة جدا، لأنه الغابات في القفقاز مليئة بأنواع من الطيور نحن ما بنعرفها هون.
ونحن كمان عندنا بعض المخلوقات هناك غير موجودة وهذا شائع، ولكن الغابات عادة بتكون مليئة بأنواع الحيوانات أكثر من الأراضي الجرداء تقريبا. أو تغرق وبزق. وبزق اسم علم، وبزق اسم علم. تغرغر، تغرغر البوم، تغرغر البوم التعريف. قد وتغ، وجدنا، وجدنا، لقينا. قد وتغ، طبعا الغين صار فعل ماضي. قد وتغ، لقينا، وجدنا. أيوه. على اليمين في صبرة عش، فيها صغار البوم، مكتوب تحته نابغ. نابغ عش، إلا نابغ عش. نابغ عش. جميع الأعشاش الطيور الصغيرة بيقولوا لها نابغ، الطيور وبقية الحشرات الطائرة وغيره، والزحف كمان. تغرغ نابغ عش بوم. تغرغ نابغ عش بوم. ما في إلا التعريف هون. تغرغ نابغ. تغرغ نابغر كان في عش البوم، ولكن ما في وبزقرة، وبزقرة سر مزم تقغاغ. وبزق وأنا مزم إلى الغابة تقغاغ، كنا قد ذهبنا. غاغ غينتين ورا بعضهم بيناتهم ألف، معناته الماضي الوسط. في ماضي قريب قواغة، قواغة الماضي الوسط. الماضي الأبعد قش تغى، قش تغى تقغاغ. بزورة دماغي، طبعا هن بدي يقولوا شو سمعوا. سمعوا تغريد العصافير، بزو عصفور ورد أغنية ماقي صوت. مزجت شي ماقي، وزعيق وصريخ جاج الغابات. تغرغ كوة ماقي، وصوت ضجيج أو صراخ البوم. مزم شزكتك في الغابة، سمعنا هناك. مزم شزكتك، مزم شزكتك بالغابة. سمعنا، سمعنا في الغابة. شذا ختخ، الشين هون بدل على المكان، مكان حصول العمل. شذا ختخ، شذا ختخ. تغرغ نابغي قد وتغ. أيضا وجدنا، وجدنا عش. تغرغ بوم، ونابغي عش أيضا قد وتغ. وجدنا، وجدنا قد وتغ، قد وتغ. وجدنا بالماضي. قوت، قوت معناته جد لاقي. غت كمان جد لاقي. قد الدال هون ضمير الشخص المتكلم في الجمع. قد وتغ وجدنا. أو تغرغرنا بغم يسغب، ولكن أو ولكن تغرغر البوم نابغم يسغب. ما كان موجود في العش. البوم ما كان موجود في العش. شركر عرق نابغم يسغكر. شركر الصغار البوم شركر عرق هم نابغم يسغكر. الصغار هم الذين كانوا في العش يسغكر. شركر نابغم يسغكر. أعزائي الطلاب، نأتي الآن إلى كلمات الدرس.
كلمات الدرس: تغرغ، تغرغ بوم، تغرغ بوم. غوت، غوت، فالأمر جد، لاقي أو جد. غوت، غوت، لاقي أو جد. غوت. قد غوتغ صار بالماضي، قد غوتشت بالمستقبل صار سنجد إلى آخره. غاغ بعد الفعل يدل على الماضي ممكن ما هو بعيد، ولكن الماضي البعيد بنسميه ماضي بعيد. غاغ، غاغ، قواغ، قواغ، قشتغ، الماضي البعيد والماضي الأبعد. لأن أفعال الماضي هون ثلاث طبقات عندنا باللغة الشركسية: قواغ، قواغ، قشتغ. شيء زعيق، صريخ، زعيق وصراخ. شيء مثلا شال خربج يخ، زعيق بصوت رفيع وعالي، يعني هذا معناته شيء. قوة، قوة، صراخ ومثل ولاويل، ضجيج، قوة. شر، شر، صغير الطير شر، صغير الطير شر. زخخ، اسمع، استمع. زختخ، استمعنا. زخسخ، سمعت. زختخ، سمعنا. زخخ، اسمع، استمع. بزخابزة، قواعد، قواعد اللغة العربية. أراف بزخابزة، قواعد اللغة الشركسية. آدغة بزخابزة. إذا بزخابزة قواعد، ما عاد نقولها جرامر أو جراماتيك أو كذا، بنقول بزخابزة، بزخابزة. وناية، وناي أو وناية. وناي إذا مفردة، إذا متصلة بكلمة ثانية خاص. وناي، وناي، وناية خر. وناي للمفرد، وناية خر للجمع. خاص. قزرقوة عام، وناي خاص، وناي خاص. إذا منعيد الكلمات: تغرغ بوم، غوت أوجد لاقي، غاغ ماضي بعيد بعد الفعل طبعا، شيء زعيق صراخ، قوة صراخ ضجيج، شر فرخ صغير طير للطيور، زخخ اسمع استمع، بزخابزة قواعد، بزخابزة قواعد طبعا قواعد اللغة. وناية خاص، وناية خاص. درس القواعد عنا هنا قواص وناية خر. الأسماء الخاصة، الأسماء الخاصة، أسماء الأشخاص، أسماء العائلات، أسماء العادية عبد اللطيف عبد الله، أسماء القرى، أسماء المدن، أسماء الأنهار، أسماء البلاد، الجبال، الأمكنة، البحار، المحيطات، القارات، هي أسماء خاصة تبدأ في كتابتها بحرف كبير. نبدأ بكتابتها بحرف كبير، هذا في جميع اللغات الأوروبية. مثلا دماسك، دماسك دمشق، حرف الدال حرف كبير. مثلا بردا، الباء حرف كبير. قاسيون، القاف حرف كبير لأنه اسم خاص هذا لجبل. محمود، الميم حرف كبير لأنه هذا اسم علم. إذا أسماء الأعلام والأسماء اللي جبل مثلا اسم عادي، أما جبل الشيخ كلمة الشيخ صار اسم خاص، فهذا يبدأ بكتابته بحرف كبير، بحرف كبير. إذا منعيد بقواص أو نايخر الأسماء الخاصة، الأسماء جميع الأسماء العائلات، الأنهار، مثلا نهر العاصي
صار اسم خاص. جبل الشيخ مثلا، جبل قاسيون، مدينة دمشق، مدينة حمص، هذول كلياتهم لهم أسماء خاصة. حتى ولو عندك بسة سميتها لولو، بدك اللام بدك تبدأ بحرف كبير. مثلا دماسك، بردة، قاسيون، محمود. أعزائي الطلاب، إلى هنا ننتهي من هذا الدرس. أرجو أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس، وأرجو أن تحفظوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.